فقل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. واللي أول مرة تدخل القناة نقول لهم مرحبا بك في قناتك ومرحبا بك في مطبخك. إن شاء الله يعجبك المطبخ تاعي وتعجبك القناة تاعي. وما ننساش اني نرحب بالمتتبعين تاعي، نرحب بهم ونقول لهم ثاني كنتم مرحبا بكم ونشكركم جزيل الشكر. يعني نرحبكم مرة ثانية ونشكركم جزيل الشكر. عندي اليوم طبخة يعني صيفية، رانا في وقت الصيف وعلى بالكم يحبوا البريان، يحبوا الشويان، ما يحبوش المرارة. هذا وقت الصيف. هذا واش غير حاجة خفيفة، شرايض ولا حاجه تاع الشويان ولا حاجه تاع الفاكهه وزيد القدام. شوفوا درت غير كميه قليله تاع الزيت، وكنت نقيت الباذنجان تاعي، درت لها شويه ملح وشويه خل باش ما تكحليش. الخل ولا القارص يحافظ عليها على اللون تاعها، صافي تقعد هي ما تكحلش. على بالكم باذنجان غير تقشروها وتحطوها، لو كان ما ديروهاش في الماء والماء وشويه خل راهي تكحل لكم. عليها درت لها شويه، درت تختفي شويه خل وشويه ملح، وقطرتها مليح عصرتها مليح. ودوك راني نقلي فيها غير في قليل من الزيت، ما كانش تعمروا المقله بزاف ولا يعني نقصوا للفرن تاعكم وبداو تقلبوا غير بالعقل هكذا كي شغل راكم تشوي فيها في الطاجين بشويه زيت. ما كانش تعمروا المقله تاعكم تجي ديجا باذنجان تشرب بالزيت. ديروا كميه قليله ونقصوا لها الفرن وحمروها غير بالعقل، طيب لاباس عليها، طيب كي الزبده. شوفوا رانا نقصت لها الفرن هاي طابت، دوك نحيها ونزيد ندير واحده اخرى. وندير بعد صوص طوماط. والطرشي تاعي كنت شويته في الشوايه المروحيه، هذيك الشوايه راهي رحمتني ما تقدروش تعرفوا كيفاش. ثاني كندير قليل من الزيت، ما كانش نعمروا الزيت بزاف. شوفوا شحال درت كميه غير قليله، يعني حاجه بسيطه وسهله وتساعدكم يعني. والباذنجان هي بذاتها صحيه، على بالكم باللي مليحه على صحاب الكوليسترول والجليسيريد. هي واش دير تمسط هذوك الدهون وهذوك الزيوت اللي في الجسم تاعنا، تمسطهم سورتو كي، وبالاخص الا شويتيها هكذايا ودرتي لها غير شويه زيت الزيتون وعمرتيها بالثوم. على بالكم صحيه بزاف. هي بحد ذاتها تشرب الزيت. الو كي انسان ياكلها تمسط له هذوك الدهون اللي في الجسم تاعو. هنا شوفوا درت الثوم، على بالكم كي تكون الثوم في وقتها نكثروا من الثوم، وكي ما تكونش في وقتها نبداو نشحوا عليها، نبداو نديروا غير سنينه ولا زوج. انا عمرتها الثوم باسكو انا نحب الثوم في الطوماطيش. درت لها غير شويه ملح وشويه فلفل كحل، دوك نخليها طيب على راحتها. وهنا عندي شويه فلفل حار مع شويه طرشي، كنت شويته في الشوايه. شوفوا كيفاش تشوي الشوايه كانك قليتيه. ونرميه فوق هذيك الباذنجان تاعي وفوق الطوماطيش هذه، ونقص لهم الفرن ونخليهم يطيبوا على نار قليله باش هذيك الباذنجان الزيت تدخلها الطياب. والطوماطيش ثاني تتبان مليح. والطرشي ثاني كيطلق هذيك البنه تاعو. ومن بعد اللي حبت دير له دير لها الفرماج من الفوق دير لها، واللي حبت تخليها هكذا تخليها هكذا. الاختيار كامل يولي لينا، كل واحد واش يحب. تنجبي تخليها هكذا ثاني تجي ثاني تبنينه. برك انا حبيت نرمي لها شويه فرماج هكذا، يعني انا نحب الفرماج في الماكله تاعي. هنا درت هذا فلفل حار يعني ماهوش حار يعني رانيش في وقته. هذا كما يقولوا تاع الجلد هذايا مازال ما جا داك الحر اللي ودنك يصوني، غير يوزوز برك. نرميه من الفوق باش يطلق بنه، هذيك برك يطلق بنه. ونخلي المقله تاعي على نار قليله، نخليهم يتخدخوا يعني يدخلهم هذاك الطياب. على بالك طيبي على نار قليله الماكله كي تجمري الماء هكذا على نار قليله تجمريها تجيك الماكله بنينه. هنا راهي تدخلها طياب من تحت، راني نقلب فيها. وهذيك الثوم ثاني كان كذلك زيد الطيب. ونرمي الباقي الخضراء تاعي. شوفوا كيفاش راني نستفها، يعني هذو الاكلات الصيفيه اللي تاع البحر تاع الجبال تاع النزهه تاع تحويسه تاع يعني مثلا التحويسه هكذا ديريها في بلاصه وتديها معاك الكاش مضرب هكا تفطري في الطبيعه ولا في البحر. انا في وقت البحر، في وقت الصيف، في وقت النزهه، في وقت
هذه هي، هادو هما الأكلات الصيفيات اللي يجيو خفاف ويحبوهم كامل العائلة، يعني العائلة هاد الماكلات يحبوهم، مش كيما ديري لهم مثلا بالمرقة طيبيها في طنجرة مع شوية فول ما ياكلوهاش يخليوها لك، من بصح الماكلة تاع القليان ولا تاع الشويان تنتكل. ومع اننا رانا في ايامات تاع ذو حجه نكثروا من الدعاء ونكثروا من التسبيح ونكثروا قد ما نقدروا، ياك في المطبخ تاعك وراكي تسبحي وراكي تكبري وراكي حتى تجي يعني ذو حجه حتى تجي وقوف عرفه وانت راكي تسبحي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. هذه كاع ما تخليهاش يعني الى غابت تنسايها عاودي تجدديها. على بالك يدخل الانسان المطبخ يبدا يسبح ولا يبدا يقرا ولا يبدا يذكر في اسم الله، ومن بعد تجي هذيك الغفله هذيك يغفل الو تعاودي زيدي تذكري عاودي نجيبوا مخنا هكذايا ونبداو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يعني حتى الوقوف تاع عرفه وانت راكي تسبحي هما ديجا هما راهم يكبروا هيك في الحج وحنا رانا ثاني تنكبروا هنايا في التسابيح تاعنا. وهنا كما قلت لكم يعني هذه هي تذكيره رانا في ذو حجه نكثروا من الدعاء سورة الدعاء ربي يقبل الدعاء ما يردناش يدينا فارغين. ان شاء الله يا ربي كل واحد عنده حاجه في قلبه ربي يرزقه بها وربي يعطيها له ويبعد البلاء والمصايب على وليداتنا وعلى وليدات المؤمنين والمسلمين يا رب. شوفوا هنا كنت سقيت وديجا الفيديو كان طافي. هنا حيت شوفوا المرقه تجي معسله ما تجيش ماويه ولا يعني تخليها تشرب حتى تتعسل. شوفوا المرقه راهي جات معسله ماشي جات ماويه ولا. وهنا وصلنا للنهايه. شوفوا الطبق تاعنا جا رائع وجا بنين وجا يعني خفيف مع شويه شليضه مع شويه قليت شويه بطاطا دي رونديل هكذايا. جات أكلة خفيفة ما شاء الله. هذه كانت وصفتنا لنا اليوم، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع وصفات أخرى إن شاء الله.